من الأمور الصعبة جدا على أي إنسان فينا هو مواجهة السحر، ومن الأمور الأصعب لما يكون المتسبب في السحر ده هو حد قريب مننا. أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد الألفي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونجهز 50 الشاي الجميلة ويلا بينا. اللي حصل في البدرشين سنة 1960 محدش في البلد قدر ينساه، رغم ان السنين عدت بس الحكاية فضلت زي ما هي محفورة في كلام الناس. كانت بتتحكي في الجلسات كأنها حصلت امبارح. في الوقت ده كان في راجل اسمه عبد الجواد، راجل طيب وهادي من عيلة معروفة في البلد. عنده بيت صغير في آخر البلد كده بيعيش فيه هو ومراته زينب. الناس كانت بتحب عبد الجواد علشان كان راجل عقلاني، ما بيحبش الخرافات وكلام الدجالين اللي كانت البلد مليانة بيه وقتها، خصوصا ان اي واحدة كان بيتأخر حملها شوية تروح تجري على شيخ او عراف. وفي الوقت ده زينب مراته كان نفسها تبقى عدى على جوازهم 5 سنين ومفيش عيال، وكل يوم كانت بتصحى وهي عينيها مليانة دموع. العيال في الشارع بيلعبوا وهي بتبص من الشباك وتكتم وجعها جواها. عبد الجواد كان بيحاول يطبطب عليها ويقول لها يا زينب كله بأمر ربنا، احنا عملنا اللي علينا وده كله في النهاية رزق. بس هي من جواها كانت بتتقطع. في يوم راحت تزور واحدة من قرايبها اسمها فاتن. كانت ست لسانها حلو بس كلامها من اللي بنقول عليه بتدس السم في العسل، بس محدش كان بيرتاح لها. فضلت تسمع زينب وهي بتحكي عن حزنها، وبعدين قالت لها جملة كانت السبب في تغيير مسار حياة زينب. أنا أعرف واحد شيخ في بلد جنبنا بيعالج الحاجات دي، وكل اللي كان بيروح له ربنا بيفتح عليهم، روحي له من غير ما تقولي لعبد الجواد. زينب في الأول خافت وقالت لها بس عبد الجواد لو عرف هيموتني. فاتن ردت عليها وقالت لها ما تقوليلوش، الموضوع بسيط وهو مش هياخد باله، روحي بس للشيخ وهو هيكتب لك على حاجة تشربيها، ده راجل معروف بالخير. زينب صدقت الكلام، واللي زود الطين بلة إن هي كان نفسها في الخلفة، وده خلاها تمشي ورا كلامها. وبالفعل بعد كام يوم راحت مع فاتن لبيت الشيخ ده. كان واحد اسمه الشيخ سليم، راجل غريب الملامح، وبيته كان في أطراف البلد وبعيد عن الناس. وحيطان البيت ده مليان ورق مكتوب عليه آيات متشقلبة وكلمات محدش بيفهمها. بيقولوا إنه في اليوم ده الشيخ سليم قال لزينب وهي قاعدة قدامه الموضوع مش فيكي، الموضوع في جوزك، هو مربوط والربطة دي لازم تتحل بطريقة معينة. زينب اتلخبطت وقالت له هو مفهوش حاجة يا مولانا، ده بيصلي وراجل طيب. رد عليها وهو بيبص في الأرض وبيمسح على راس تمثال صغير كان جنبه. مفيش حد سالم، بس لو اتعمل المطلوب كل حاجة هتتغير. ومن هنا بدأت المصيبة. الشيخ اداها ورقة وقال لها تحطها تحت المرتبة اللي بيناموا عليها، وقال لها ما تقوليش لحد. ورجعت زينب البيت قلبها وجعها، بس كانت فاكرة انها بتعمل خير. ومن يومها كل حاجة في البيت اتبدلت. عبد الجواد بقى عصبي بطريقة غريبة، ممكن يتخانق على حاجة تافهة، صوته بقى عالي وعينيه ساعات تبص في الفراغ كأنه مش شايف اللي قدامه. وزينب كانت بتحاول تفهم ايه اللي بيحصل، بس كانت ساعات تحس كأنه شخص تاني، كأن في حد بيشاركها فيه. وفي يوم بالليل وهي نايمة صحيت على صوت حاجة بتقع في الصالة، ولما خرجت لقيت الكوباية اللي كانت على الترابيزة مكسورة لوحدها ومفيش حد. وساعتها قلبها وجعها، بس حاولت تقنع نفسها انه من الهوا. ما كانتش تعرف ان دي كانت اول اشارة ان في حاجة غلط فعلا بدأت في البيت. واللي حصل بعدها كان ابشع من اي خيال. من بعد الليلة دي الدنيا ما رجعتش زي الاول ابدا. عبد الجواد ما بقاش هو عبد الجواد اللي الناس تعرفه. الراجل الهادي اللي كان بيضحك دايما ويتكلم بالعقل بقى يقعد ساكت بالساعات، عينه في الارض كأنه بيسمع صوت حد مش موجود. وأوقات لما زينب تكلمه بيرد عليها بكلام ملوش معنى. زي مرة كانت بتسأله مالك يا عبد الجواد، بصلها وقال مش أنا اللي بتكلم يا زينب، ده هو. زينب ساعتها افتكرت إن التعب ضغط عليه، وقالت لنفسها يمكن كل ده من ضغط الشغل. لكن اللي حصل بعدها خلى الكلام ده ملوش أي تفسير. فأول أسبوع بعد ما راحت للشيخ بدأت تحس إن في حاجة بتتحرك في البيت وهي لوحدها. تدخل المطبخ تسمع صوت باب بيتفتح بره، وتسمع صوت مية في الحمام، ولما بتروح تلاقي الحنفية مقفولة. وفوق ده كله بقت بتشوف عبد الجواد بالليل بيصحى ويقف في نص الأوضة وبيبص على السقف كأنه شايف حد. كانت تبصله وتقوله انت بتبص على ايه؟
ما يردش عليها ويقعد واقف دقايق وبعدين يرجع ينام كأن مفيش حاجة حصلت. الناس في البلد كمان بدأوا ياخدوا بالهم إن عبد الجواد اتغير، بقى يدخل الجامع ويخرج من غير ما يسلم على حد، ويمشي في الشارع لوحده وما يردش على اللي يسلم عليه. واللي خلى الكلام يزيد أكتر إنه في يوم حصلت خناقة بينه وبين جاره بسبب غطا طشت غسيل. عبد الجواد مسك الراجل وضربه ضرب شديد لدرجة إن الناس فكوه بالعافية، ودي كانت أول مرة حد يشوفه بالشكل ده. زينب من ناحيتها كانت بتنهار كل يوم أكتر، وراحت تكلم فاتن تقول لها أنا خايفة يكون الشيخ عمل حاجة أذت عبد الجواد. فاتن ردت عليها وكانت بتحاول تطمنها، خايفة من إيه بس؟ ده لسه مفعول العمل مظهرش، استني شوية وهتشوفي الخير. بس الخير ما كانش بيجي، اللي جه كان عكس كده تماما. في ليلة وهي نايمة صحيت على نفس الصوت اللي سمعته قبل كده، صوت حاجة بتقع. قامت من على السرير بهدوء ومسكت اللمبة الصغيرة اللي كانت جنبها، ولما خرجت الصالة لقت الكوباية اللي كانت مكسورة المرة اللي فاتت اتجمعت لوحدها. نفس الكوباية بنفس اللون محطوطة على الترابيزة كأنها عمرها ما اتكسرت. زينب ساعتها وقعت على الأرض من الرعب وما قدرتش تنطق ورجعت على أوضتها جري. ولما الصبح طلع قالت لعبد الجواد على اللي شافته، مسك الكوباية وبص فيها وقال هي ما اتكسرتش يا زينب، انت بس اللي بيتهيألك. بس نبرة صوته كانت غريبة كأن حد تاني بيتكلم من جوه صوته. ومن اليوم ده بقت تسمع بالليل صوت نفس الكوباية بتتكسر كل يوم، وتقوم تلاقيها سليمة الصبح. بعدها بأيام عبد الجواد بدأ يتأخر بره البيت، ما بقاش ينام ولا ياكل زي الأول. كان يروح للغيط آخر الليل ويقول إنه بيفكر، بس الجيران شافوه واقف بيكلم نفسه. مرة واحدة من الستات في البلد قالت إنها شافته بيضحك لوحده تحت شجرة الجميز اللي كانت في آخر الترعة، كأنه بيكلم حد مش باين. وزينب خلاص ما بقتش طايقة تعيش كده، راحت لفاتن تاني يوم الصبح وقالت لها أنا مش مرتاحة وعاوزة أروح للشيخ تاني أفك اللي اتعمل. فاتن حاولت تمنعها بس زينب كانت مصممة. بس اللي شافته عند الشيخ المرة التانية كان كفيل يخليها تتمنى إنها ما راحتش من الأساس. لما دخلت عليه كان قاعد في نفس المكان، البخور مالي الأوضة والعتمة سودة ووشه باين منه نصه بس. قال لها وهو مغمض عينه انت غلطتي، ما كنتيش لازم تيجي. قالت له بخوف جوزي بيتغير وبيتكلم لوحده. فتح عينه وبصلها وقال ما هو لازم يتغير، ده اللي انت طلبتيه من الأول. في الوقت ده خرجت من عنده وهي حاسة ان في حاجة شريرة جدا اتزرعت في حياتهم. ولما رجعت البيت المرة دي كانت النهاية بدأت تقرب. الليلة اللي رجعت فيها زينب من عند الشيخ كانت مختلفة عن أي ليلة قبلها. نفسيتها بقت تعبانة من اللي بيحصل وبقت ندمانة إنها من الأول راحت للراجل ده. ومن أول ما دخلت بيتها وهي حاسة بخنقة، كأن المكان داق بيها وكأن الحيطان نفسها بتقرب منها. دخلت تنام بس كانت بتعاني من الأرق بسبب كل اللي بيحصل. كانت كل شوية تسمع نفس الصوت، تك خفيفة كأن حد بيخبط على السقف بإيده. عبد الجواد كان نايم جنبها بس ملامحه كانت جامدة جدا، عينيه مقفولة بس نفسه كان تقيل كأنه بينازع وهو نايم. وبين كل نفس كان بياخده كانت بتحس بكلمة بتتقال بهمس خفيف، كلمة غريبة ما قدرتش تميزها بس كان كأنه بيقول هاتوه. في الوقت ده قامت من السرير بهدوء ووقفت في نص الأوضة. الضوء الخافت جاي من اللمبة اللي بره وكان باين على وشه ظل غريب. وفجأة عبد الجواد اتكلم بصوت مش صوته، انتي ليه رجعتي هناك؟ الشيخ قالك ما ترجعيش تاني. زينب جريت ناحيته وقالت له وهي بتترعش انت بتقول ايه؟ انت عرفت ازاي؟ بصلها بشكله المخيف وكأن اللي قدامها مش هو عبد الجواد، وقال لها ان الشيخ هو اللي قاله. ساعتها زينب صرخت وخرجت من الأوضة وجريت للصالة، قعدت على الأرض عمالة بتعيط ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. وتاني يوم الصبح عبد الجواد ما اتكلمش في أي حاجة ولا كأنه فاكر حاجة. ولما سألته قال لها إنها أكيد هي اللي كانت بتحلم وإن هو مش فاكر حاجة زي دي. في نفس اليوم ده وهي بترتب السرير حست بحاجة تحت المرتبة، مدت إيديها وطلعت ورقة متطبقة ومبلولة من العرق، مكتوب فيها حروف غريبة ومتشابكة وفي النص مكتوب بخط صغير جدا اسمها واسم عبد الجواد. وساعتها دمها نشف وعرفت إن الورقة دي هي اللي الشيخ اداها لها وقال لها تحطها تحت المرتبة. فضلت تبص فيها وهي مش قادرة تصدق إنها كانت السبب في ده من الأول، وكانت عايزة تقطعها بس أول ما مدت إيديها سمعت صوت عبد الجواد وراها وهو بيقول لها لو قطعتيها تموتي. وقتها اتجمدت مكانها من الخوف.
وبقت تقول لنفسها إزاي ما سمعتش خطواته ولا حست بدخوله الأوضة، وكان واقف وراها وباصص لها كأنه بيهزر، بس شكله غريب ومش بيتعامل زي طبيعته. من اليوم ده عبد الجواد بقى شخص تاني خالص، بيقعد في البيت بالساعات من غير ما يتكلم، ولما بتتكلم معاه بيكون رده بكلمة واحدة. وفي الليل كان بيفضل ماشي في البيت وهو بيهمس، وأوقات يقول كلام مش مفهوم أو يضحك لوحده. زينب ما كانتش عارفة تعمل إيه، فقررت تروح تاني لواحدة ست من البلد كانت معروف إن هي بتفك الأعمال، اسمها أم حسيبة. الست دي كانت ساكنة في بيت طين صغير في آخر الغيط. لما زينب حكت لها كل حاجة، الست بصت لها وقالت: الشيخ اللي رحت ليه ده مش شيخ، ده دجال، واللي عمله إن هو استدعى جن عاشق وربطه بجوزك، واللي بيحصل ده مش طبيعي، دي أرواح بتلعب بيكم. زينب قعدت تعيط وقالت إن هي السبب، وإنها هي اللي حطت الورقة. أم حسيبة قالت لها: خدي الورقة دي، لازم تتحرق في أي مكان وقت الظهر بره البيت، بس خلي بالك محدش يشوفك. رجعت زينب البيت ماسكة الورقة في إيديها وبتترعش، وقررت تعمل اللي قالت عليه أم حسيبة، بس كانت مستنية وقت الظهر. ولما جه الوقت المناسب نزلت الترعة اللي ورا البيت وولعت في الورقة دي. الورقة وهي بتولع كانت بتخرج دخان أسود غريب، وبعد ما الورقة كلها اتحرقت رمتها في المية والدخان اختفى. ورجعت البيت وهي مطمنة إنها خلصت، بس لما دخلت البيت سمعت صوت جوزها من جوه الأوضة بيزعق بصوت عالي جدا كأنه بيتخانق مع حد. جريت ناحية الصوت، ولما دخلت لقت عبد الجواد واقف في نص الأوضة وبيصرخ وهو باصص لها: انت حرقتيه، ليه عملتي كده؟ وكان ماسك في ايده حاجة زي السكينة، وعينه كانت حمرة وصوته ما كانش صوت عبد الجواد خالص. حاولت تقرب منه، بس أول ما كانت بتقرب منه وشه كان بيتغير وبقى كأنه مش هو عبد الجواد. وساعتها عرفت إن الجن اللي قالت عليه أم حسيبة بقى هو اللي بيتحكم فيه. في الليلة دي كانت زينب قاعدة لوحدها، وعبد الجواد لسه مرجعش من الغيط، والبيت ساكت وحالته تخوف. من بعد اللي حصل في اليوم اللي فات وهي مش قادرة تبص في وشه، السكينة اللي كانت في ايده والنظرة اللي كانت في عينه عمرها ما شافتها قبل كده. لكن الليلة دي كانت مختلفة، وكان جواها خوف غريب. وفي نص الليل الباب خبط خبطة واحدة بشكل مخيف. قامت زينب تفتح وهي مرعوبة، لقت جوزها عبد الجواد واقف ووشه مصفر، وكانت هدومه فيها طين وإيده الشمال فيها جرح صغير بينزف. ودخل على أوضته على طول من غير ما يتكلم ولا كلمة. قعد على السرير وهي وقفت عند الباب تبصله وتسأله: مالك يا عبد الجواد؟ رد وهو باصص في الأرض: كنت معاه. قالت له وهي مرعوبة: مع مين؟ رفع راسه وبصلها وقال: اللي خلاني أعرف واللي هيخلصني منك. وقتها زينب بقت مرعوبة ومش فاهمة هو بيقول إيه، وحاولت تقرب منه، بس هو قام فجأة وشدها من دراعها بعنف وقال: انت اللي خليتيه يدخل، انت السبب. وفضل يزعق بصوت مش طبيعي وكأن كذا صوت طالعين من بقه في نفس الوقت. زينب كانت بتعيط وقتها وبتقول: أنا أسفة، أنا كنت فاكرة الشيخ هيخلينا نخلف، لكنه ما سمعش أو ما بقاش يسمع. وفي الوقت ده عينه كانت بتبرق وإيده بتترعش ومسكها من رقبتها كأنه مش شايفها بني آدم. وساعتها بقت زينب عمالة تصوت، وصوتها وهي بتصرخ خرج من البيت وسمع البلد كلها. والناس في أول البلد صحيت على الصوت، بس لما جريوا ناحية بيت عبد الجواد كان كل حاجة خلصت. الباب كان مقفول والنور مطفي، وزينب كانت مرمية على الأرض، وعبد الجواد كان قاعد جنبها وماسكها في حضنه ووشه كله دموع، وما كانش فاهم هو عمل ايه ولا ازاي حصل كده. كل اللي كان بيقوله: هي كانت حامل، ما كنتش عارف انها حامل. الكلمة دي فضلت تتردد في ودان الناس في البلد أيام طويلة. ولما الحكومة جت، عبد الجواد ما قاومش وسلم نفسه وهو ساكت. وفي التحقيق قال كلام محدش قدر يفسره. قال: كنت بحلم بصوت بيناديني كل يوم بيقول لي اقتلها وبعد كده هترتاح. وقال كمان إن في واحدة اسمها فاتن كانت السبب في كل ده. وفي الوقت ده التحقيق كشف الحقيقة كلها. فاتن هي اللي خدت زينب للدجال، والشيخ سليم فعلا كان معروف في القرى اللي حوالين البدرشين إنه بيمارس السحر. ولما الشرطة راحوله لقوه هرب، والبيت اللي كان فيه كله ورق وطلاسم ودم طيور. لكن بعدها بأسبوع الناس صحيوا على خبر غريب: الشيخ سليم اتلاقى مقتول في الغيط ومرمي في الترعة، وإيده ماسكة حجاب مفتوح. واللي بلغ عن الجثة كان واحد من العساكر اللي في المركز.
قال إنهم لقوا عبد الجواد في نفس الليلة ماشي على الطريق السريع وهدومه مليانة طين ووشه عليه أثر دم، وقال جملة واحدة قبل ما يقبضوا عليه: اللي بدأته خلصته. وفاتن كمان ما عاشتش كتير بعد كده، بيقولوا إنها اتصابت بتشنجات غريبة وماتت بعدها بأيام قليلة، والناس قالت إن هي اتمست وإن اللي عمل فيها كده هو الشيخ سليم قبل ما يموت. أما عبد الجواد فدخل السجن ومطلعش منه تاني، وفي يوم لما كانوا بيزوروه قال للظابط: أنا كنت تحت تأثير السحر، بس أنا دلوقتي بقيت فاضي، مفيش حاجة جوايا. وبعدها بأسبوع مات في زنزانته بهدوء ومحدش عرف مات إزاي. ومن ساعتها بيت عبد الجواد فضل مقفول، محدش سكنه تاني، والناس لما بيمشوا جنبه بالليل بيقولوا إن هما لسه بيسمعوا صوت زينب وهي بتعيط. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وحابين نتكلم عن إيه في القصص الجاية. بحب أشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة، وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.